تخيل ان انت قابلت واحد لابس نظارة وشكله هادي ورايق، فقمت قايل على طول اكيد ده ذكي. ليه؟ عشان شكله شبه الناس اللي في دماغك لما بتتخيل واحد ذكي. بس هل ده حقيقي ولا مجرد كشف تمثيلي؟ ايه هو الكشف التمثيلي؟ هي طريقة سريعة بيتصرف بيها المخ لما بيشوف شخص او موقف ويقارنهم فورا بقوالب ذهنية جاهزة عندنا. يعني بيحكم على الشكل او التصرف ويعممه على الشخص ككل. وده خطير جدا، لاننا ساعات بنثق في شخص لمجرد انه شبه نموذج معين في دماغنا، زي الراجل اللي لابس بدلة فنفتكر ان هو محترم، او واحدة بتتكلم بسرعة فنحسبها ان هي ذكية. علماء النفس بيقولوا ان المخ بيحب الطرق المختصرة عشان يوفر طاقة، بس احيانا الطرق دي بتكون مضللة. في مثال مشهور ان في تجربة نفسية شهيرة عرضوا على مجموعة من الناس اوصاف ل6 اشخاص. كان منهم واحد قالوا عنه ان هو امين ومرتب وذكي وخجول ومنطقي، وسألوهم تتصوروا الشخص ده ممكن يكون ايه؟ فناس كتيرة قالت اكيد ده مهندس. ليه؟ لأنهم ربطوا الصفات دي بصورة نمطية في دماغهم عن المهندسين. لكن الحقيقة إن الشخص ده كان كاتب. وده بيحصل في حياتنا كتير لما بناخد قرار توظيف بناء على الانطباع الأول، أو بنثق في دكتور من أول لبسه أو كلامه حتى قبل ما نعرف كفاءته، أو نرفض نصيحة من شخص عشان شكله أو صوته مش مقنع قد كده. اللي بيحصل هنا إننا ما بنشوفش الحقيقة، إحنا بنشوف التمثيل، الصورة اللي في دماغنا. الكشف التمثيلي ممكن يخلينا نصدق الكذاب ونكذب الصادق، ممكن يخلي علاقاتنا وشغلنا وأحكامنا تتهز. الحل إنك اسأل نفسك دايما، هل أنا بحكم على الشخص ولا على الصورة اللي في دماغي؟ هل أنا شايف الحقيقة ولا صورة نمطية دماغي اللي رسمتها؟ الخلاصة هنا إن مخك ذكي بس مش معصوم من الغلط. خد وقتك وفكر بوعي، وافتكر إن مش كل اللي بيلمع ذهب.